السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من السيارات مع عبد الله. النهارده هنتكلم عن واحده من العربيات السيدان الفخمه اللي موجوده في السوق المصري، وهي الاوبل فيكتورا سي اللي كان اخر انتاج ليها في 2008، وبعد كده حل محلها الاوبل انسيجنا. فلو حابب تعرف مميزات وعيوب العربيه دي دوس اعجاب واشترك في القناه، ويلا نبدا الريفيو بتاعنا. الاوبل فيكتورا سي بتيجي بموتور 1600 سي سي 4 سلندر بقوه 105 حصان عند 6000 لفه في الدقيقه، واقصى عزم الموتور هو 150 نيوتن على المتر. والعربيه بتقدر تتسارع من 0 ل 100 في 14.7 ثانيه للنسخه المانيوال. والعربيه بتيجي بدفع امامي، والفتيس في العربيه فتيس مانيوال او ايزيترونيك بخمس سرعات، او بيكون فتيس اوتوماتيك. ومتوسط استهلاك البنزين في العربيه هو 7.7 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر. وخزان البنزين في العربيه سعته 61 لتر، وبالنسبه لمساحه الشنطه فهي 500 لتر. والوزن الاجمالي بتاع العربيه هو طن 800 كيلو، اما وزنها الفارغ فهو طن 320 كيلو. والعربيه نزلت بجنود سبور مقاس 16 بوصه، وهتلاقيها بتختلف حسب الفئات. وبالنسبه لنظام التعليق في العربيه فعندك نظام تعليق امامي هو نظام الماكفيرسون، ونظام التعليق الخلفي هو نظام المالتي لينك، نظام تعليق مستقل. ووسائل الامان الموجوده في العربيه هي نظام منع الانزلاق ABS مع توزيع كتل الفرامل الالكتروني ABD، و6 وسادة هوائيه موجوده في اعلى فئه من العربيه. الشكل الخارجي بتاع العربية بنلاحظ فيه الفخامة في تصميمه. العربية فعلا شكلها شيك وتحسسك انك راكب عربية ليها قيمة فعلا. وفي مقدمة العربية هتلاقي الفوانيس بتيجي بحجمها الكبير، وفي النص عندك الشبكة بتاعة العربية اللي بتتميز بالخط النيكل مع اللوجو بتاع اوبل. وتحت الاكسدام بتاع العربية موجود في نص فتحات التهوية السفلية مع اماكن فوانيس الضباب بشكلها الجميل. وتصميم الجناب بتاعة العربية بنلاقي فيه خط ماشي من الرفرف الامامي لغاية الرفرف الخلفي، وعندك في نص الباب بتاع العربية بنشوف الجرايد ودي شكلها كلاسيكي شوية. وحوالين الكاوتشات بتاعه العربيه بنشوف الرفارف منفخه لبره شويه، وده بيدينا لمسه جميله. نروح للجنود بتاعه العربيه اللي شكلها بيختلف حسب موديل العربيه، وعندنا هنا جنود شكلها شيك. لما نروح للتصميم الخلفي هنلاقيه بيكمل الشكل الفخم بتاع العربيه، وبنشوف في الشنطه موجود الستوب اللي بينور مع الفرامل، وتحت موجود الخط النيكل، والفوانيس جايه بشكل لطيف باضاءه هالوجين. وتحت خالص عندك الاكسدام بشكله المجسم. يلا بينا نشوف صالون العربيه. وفي البدايه معظم الخامات بتاعه الصالون خامات جيده، والكراسي بتاعه العربيه نزلت بفرش قماش، والطاره بتيجي بثلاث اطراف باللون الرمادي مع الاطراف الرصاصي بشكلها اللطيف مع اللوجو بتاع اوبل في النص. وموجود في الطاره زراير المالتي فانكشن. تعالوا نشوف العدادات اللي بتنور باللون الاصفر وبتتميز بشكل هادي وجميل. وعلى الشمال عندنا عداد الحراره، وعلى اليمين عداد الRPM، وبعده عداد السرعه، وموجود تحته شاشه فيها بيانات العربيه زي الكيلوات اللي العربيه مشيتها وشويه حاجات تانية. وعلى اليمين خالص عداد البنزين. والتابلو بتاع العربيه جاي بتصميم مختلف ومميز بالاجزاء الرصاصي مع الخط النيكل اللي على اليمين. وهنا بنشوف شاشه فيها معلومات عن الراديو كاسيت مع الساعه وشويه معلومات تانية. وجنب الشاشة موجود فتحات التكييف، وتحتهم بنلاقي زراير التحكم في الكاسيت اللي بيشغل الاسطوانات ونزل مع 4 سماعات. وعلى الشمال عندك زرار الانتظار، وتحت بكر وزراير التحكم في التكييف. والصالون بتاع العربية الوسع بتاعه متواضع، يعني مش هتلاقيه واسع قوي، لان قاعدة العجلات بتاعت العربية اي نعم 2 متر 70، ولكن الصالون مش واسع بالشكل اللي هو. لو بصينا على مساحة الكنبة هنلاقيها معقولة، يعني هتشيل 3 افراد بالغين بشكل لحد ما كويس، ولكن اللي قاعد في النص هيتضايق شوية من ارتفاع نفق الفتيس. لما نشوف درجة الأمان في العربية هنلاقيها جيدة جدا، لأن العربية مدعمة بنظام ABS ونظام ABD مع 6 وسادة هوائية موجودة في أعلى فئة من العربية. كمان الفرامل بتاعت العربية مش هتخذلك لو حصل موقف مفاجئ، لأن نظام ABS ونظام ABD بيساعدوك تقف بشكل سريع. وتعالوا نروح لتكييف العربية اللي هيديك أداء حلو جدا في التبريد بتاعه، يعني في الصيف الجو هيكون لطيف جوه الصالون.
عندك شنطة العربية مساحتها 500 لتر، ودي مساحة كبيرة تخليك تقدر تشيل فيها الحاجات اللي انت عايزها بشكل مستريح، ولكن مش هتقدر تشيل فيها حاجات حجمها كبير او حاجات عريضة شوية لان المدخل بتاع الشنطة ضيق. بس لو عايز تزود مساحة الشنطة فعندك امكانية تنزل ظهر الكنبة، وبالتالي هتلاقي المساحة وصلت معاك لغاية 1000 لتر. واحدة من الحاجات الجميلة في العربية دي هو ان الصاج والشاسيه بتوع العربية كانوا محملين بشكل قوي غير العربيات الجديدة اللي نزلت في الفترات الأخيرة. وبالنسبة للعزل جوه صالون العربية فهو من الحاجات الكويسة اللي هتعزل لك الأصوات الخارجية بدرجة حلوة. ومن أهم الحاجات في أي عربية هو الثبات بتاعها، والثبات بتاع الفيكتورا سي هتلاقيه كويس جدا على السرعات العالية. ومن الحاجات اللي ساهمت في كده هو ان وزن العربية تقيل شويتين، وعفشة العربية هتكون معقولة في النعومة بتاعتها لما تتعامل مع الشوارع المكسرة، ولكن مش هتكون ناشفة قوي. كمان ارتفاع العربية عن الأرض من الحاجات الحلوة، لأن العربية مش هتكون معرضة بشكل كبير انها تحك في المطبات، والعربية هتعيش معاك بشكل كويس طالما انت مهتم بالصيانات بتاعتها ومحافظ عليها. اما لو اهملت شوية فيها فالعربية ممكن تزعلك. بالنسبه للتسارع بتاع العربيه فهو هيكون بطيء في البدايه، ولكن بعد كده بيكون كويس. وما تحلمش وانت راكب الفيكتورا سي انك تشد وتجري وتعمل حاجات من دي، لان ده هيكون صعب على العربيه عشان وزن العربيه تقيل على الموتور، فالتسارع مش هيكون احسن حاجه. وعندنا الفتيس بتاع العربيه حسب كلام الملاك والنصائح بتاعتهم ان هم بينصحوا انك تجيب النسخه المانيوال او النسخه الاوتوماتيك، وتتجنب النسخه بتاعه الفتيس الايزوترونيك لانه بيحتاج تعامل خاص عشان تقدر تحافظ عليه. استهلاك البنزين في الفيكتورا سي على الطرق السريعه بيكون 7 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر، ويمكن اقل من 7 لتر بنزين كمان. ولكن جوه البلد المعدل بيعلى معاك وبيوصل لغايه 10.5 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر. في النهايه استهلاك البنزين في العربيه هو معقول ولكن مش عالي قوي. من اهم الحاجات اللي انت لازم تعرفها وانت بتشتري اي عربيه وهي توافر قطع الغيار بتاعتها. وقطع غيار الفيكتورا سي هتلاقيها موجوده عند الناس بتاعت الاوبل، اي نعم مش هتلاقيها منتشره بشكل كبير بس موجوده. وبالنسبه للاسعار بتاعتها فللاسف هي عاليه شويه. وجبت لك شويه اسعار تقريبيه لقطع الغيار بتاعه العربيه، زي سعر الفانوس الامامي الواحد 1750 جنيه، وطقم المساعدين الخلفي عامل 2000 ونص، ودي اسعار تقريبيه. اعاده بيع العربيه ما بتكونش سريعه، لان معظم الناس بيبقوا واخدين فكره سلبيه عن العربيه، ان هو سال حد مثلا وقال له كلمتين فهو كش من العربيه دي، او بيكون من الناس اللي عايزه تجيب عربيه ليها صيت ومنتشره بشكل كبير زي اللانسر شارك مثلا. ولكن قد تكون الفيكتورا سي بتقدم له حاجات افضل من اللانسر شارك. في النهايه برضو كل حاجه لها مميزات وعيوب. وما تنساش لو حابب تشتري العربيه دي دور على حالة كويسه عشان ما تتعبكش بعد كده. سعر الفيكتورا سي المستعملة للحالات الكويسة بيتراوح من 180 ألف جنيه لغاية 300 ألف جنيه، والسعر قابل للزيادة. طبعا السعر بيختلف حسب الحالة والموديل والفئة بتاعة العربية. لو عجبك المجهود المعمول في الفيديو ولو عندك أي استفسار أو تعليق سيبوه لنا في التعليقات. ما تنساش دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.